عباد اني سمعت صوتي راجل له راجل واجهني وجها لوجه ما يقدر غدر. وانت تدري ايه بالله رجعت كون الله وجهك تبي تقتلني يا الخسيس. والله ما راح بنسي غدر اغلاب ومشعل. او كاد انه لعب عليك الخسيس. تراني يا شيخ رماح بيجيك بالغدر ولا بالله الاعلن. تراني راح اخذ ثاري وثار ابو مشعل. ايه بالله تعال بالله تبح لك وش السالفه. قوم. أبو مشعل هذا سالفته وقصته قصة طويلة، يعني حوالي من 20 سنة أو 25 سنة. كان مرة من المرات يا الربع كان والد أبو مشعل شيخ القرية اسمه الشيخ عقاد، كان إنسانا ظلوم، كان يجبر الناس على دفع الضرائب الحلال والأراضي الزراعية. وين الضريبة؟ أقول يا شيخ كثرت علينا الضرائب والحلال بتموت من الجوع، ما عندنا أكل أولادنا كيف نطعم الحلال؟ وش قلت؟ ما بدك تدفع الضريبة؟ والله لا خلي ولا ويلك توصل من انت الديرة. ليش يا شيخ ليش؟ اقول تدفع الضريبة وخشمك في التراب. يا شيخ عملوا معاه. حرام عليك يا شيخ، حرام عليك يا شيخ. وكان إذا في شخص زوج ابنته ضروري يعلم الشيخ بالسالفة. السلام عليكم. اسمع يا الخسيس، تراني سمعت ان جاوله بنت الخطاب ما قلت لي. يا شيخ والله كنت مشغول. وإذا كان الشيخ ما يعلم يخليهم يفسخون الخطبة. تراني مالي دخل، الحين تفسخ الخطوبة. ليش تراني رجل كرسي تفسخ الخطوبة بتفسخ الخطوبة. أي هو مرة من المرات ازداد ظلم الشيخ والناس كانوا يموتون من الجوع. أهل الديرة ونجمات من الجوع، ايش هذا الظلم؟ بنجم ثورة على الله لا يحرق الديرة بما فيها. يا أهل الديرة ونجمات من الجوع، يا أهل الديرة ونجمات من الجوع، والله لا نجم ثورة على الشيخ هذا الظالم. ما عندنا جوع يا شيخ، أنا بكون ذباحك أنا وكل رجال الديرة. وبعدها خرج الشيخ رماح أطال الله في عمره وثلاثة فرسان من فرسان القبيلة ومن ضمنهم أنا. اسمع يا الشيخ، ترى كثرت مشاكلك بالديرة وانت اكبر ظالم بالديرة. كان ما ودك ترجع للناس حقوقهم انا بكون ذباحك. ترى في ولد مات ظلما وبهتان. تراني لو انت رجال قابلني وجهي. ماني قابل قدام الطالب. روح يا ابو مشعل عند امك. روح يا ابو مشعل. راجعوا يا رجال من دون سكين. أي وبعدها انتهى الظلم، وكان أبو مشعل صغير بوقتها، وانتهى الظلم وكان لكل ظالم نهاية. أقول أبويا ظالم والله لا انتقم له، والله لا أخذ حقك يا أبويا. ابو مشعل ايه اقول قال ترى وصلنا رسالة للشيخ رماح. وصلت الرسالة وقد اعذر ما ننذر، وانا ابو مشعل دوا صفرت فيه بالله. كله اللي حصل يا جهاد. كاد اني فهمت غلط. ابو مشعل لعب علي الخسيس. لا تصدق الشيطان أقول. تراني بصدق عقلي، لا إيه بالله. بس ابليس لعب علي. خلاص الحين من بعدها اليوم إيه؟ تراني بشوف أي واحد تراني والله بذبحه. ونعم فيك يا شيخ. والحقيقة كلها هي مرادي. تسمعون اهدين يا رجال الديرة. ايه بالله. الحين أبي أبو مشعل تجيبوه حيا أو ميتا، واللي يجيبوا أبو مشعل له مني هدية. اسمعوني زين يا رجال، انا بجيب راس ابو مشعل بس عندي شرط يا شيخ. اذا تعاونت مع الدولة يا شيخ واجيب لك راس ابو مشعل حيا ولا ميت تزوجني بنتك ميحة وتصير حليلة لي وشاهد الله وكل رجال الديرة. امهلني دقيقة اتشاور مع خالة البنية. خذ وقتك يا شيخ.
اسمعني زين يا جهل. الشيخ رماح يقول ان ما جبت راس ابو مشعل ترى دمك يصير دمه دورا بالديره. وين جبته؟ راح حليلة لك. وهذا كلام يا رجال. وانا الحين بكلم الفندم برهان واتحرك انا وياه. تروني بروح بعد صلاة المغرب وانا مستعد اني انقتل عشان ميحة. اي ترى والله انك جاني على نفسك. اقول اكسر الهرج باكر يذوب الثلج ويبان المرج، والرجال لما تقول شيء ما تراجع عنه. كفو. كم من شجاع يخوض حروب لكن بحرب الهوى هيام، لو صادف الفاتن الرعبوب شواش لها المخ والاعصاب. اقول يا جهز قول. ودي منك طلبا واحدا طالع. اطلب وانا اخوك. ودي اياك توريني بمكان ابو مشعل، والعسكر المواجيد راح نروح الحين ونقبض عليه ان شاء الله. ابو مشعل؟ ايوه. ذاك الخسيس؟ ايوه. شر. اسمع يا جهز، ايه نروح الحين نقبض عليه. شر. ورينا بمكان العسكر المواجيد الحين نروح نجيب جثته ان شاء الله. اقول يا العمليات جهزوا، عندنا امر قهري على الجميع، جهزوا. يلا توكل. الو، هربوا بالمواد ودي اياها تغزو الشعب اليمني. يا رميح كلم سيادنا بالغرب ان كل شيء جاهز والامور تمشي تمام بالتمام. الاراضي الزراعيه ما عادت صالحه للزراعه، والاولاد هربناهم عن طريق البحر، وذبحنا كل خاين ودجال وذبحنا اولادهم ما خلينا شيء. ودي ادمر اليمن ومن فيها وما بجحت والله. خليك سميدة لا مثيل له. يا رميح اسمعني ما اقول. مع السلامة. علامة جهاز تأخر، يكون للحين ما ذبح الشيخ رماح. الله يستر الله يستر. وين مكان ابو مشعل؟ هنا تراه هنا. يا عمليات تخطفون عساكر ابو مشعل ورجاله خطف، وانا وابو مشعل نتفاهم، هم حوالي 10 تنفار وما فيها. الحين نتواصل معكم وان شاء الله يصير خير. تراني قتلت الشيخ رماح. الله يحييك وحيي البطن اللي حملك. قتلت الشيخ رماح. الله اكبر الله اكبر. ايه حييك يا شيخ. يرحب. تعال نحتفل. اقعد. يا ابو مشعل. ايه بالله. تراني قتلت الشيخ رماح. الله يحييك وحيي البطن اللي حملك وحيي الرجاجيل وينعم فيك والنعم فيك. الله يحييك وحيي البطن اللي حملك. ومما يعاش الرجال الحكمة لابد ما يسكت لو ان يغضب، لابد ما يسكت لو ان يغضب. تبكي على
نصيحة بتجف دمعة العين. الغدر ما يرحم ويحرق بالنار، يطعن بصاحب